ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم باشهر حاجه موجوده في شهر رمضان واساسي موجوده دايما في السحور، يعني ما نقدرش نستغنى عنها. جبت لكم طريقه الفول المدمس بطريقه مضمونه وانا مجرباها، واهم حاجه في كل ده ان هو هيطلع معانا مستوي، ومن كتر ما هو مستوي هتلاقوا ان هو بيتهري معاكم ما بين ايديكم. في تريكات كده احنا بسيطة بنعملها عشان نضمن ان احنا ناخد الفول عندنا مستوي ولونه يبقى حلو، وفي نفس الوقت الطعم بتاعه يبقى تحفة، وفي نفس الوقت الفولية تفضل بشكلها ما تكونش مهرية. اول حاجة خالص انا بجيب الفول بتاعي وبنقعه مش اقل من 12 ساعة. يعني أنا الخطوة اللي أنا كنت بغسل فيها الفول اللي انتوا شفتوها دي كان هو منقوع 12 ساعة، وبعد ال 12 ساعة أنا بروح مصفية المية اللي فيه واروح غسلاه وغسلة الفوالة من جوه، واروح بقى حط عليه المكونات بتاعتي اللي أنا خلاص هدمس بيها الفول. أول حاجة خالص بجيب معلقتين كبار من العدس الاصفر وبغسلهم كويس، وبعد كده بروح حطاهم، وبروح كمان جايبه طماطمايه. الطماطمايه عادي مش شرط ان هي تكون طريه، ممكن عادي تكون جامده او طريه ايا كان، لان هو بيستوي بالراحه خالص. ولما انتوا بتنقعوا الفول مده طويله كده بتطلع كل السموم اللي موجوده فيه بصفه عامه، اللي بتمنع الانتفاخات وبتمنع اي حاجه غير مستحبه فيه. ولما انتوا بتعملوا الفول في البيت وبتنقعوه بتلاقوا ان انتوا الحاجه بتاكلوها بتريح بطنكم، وبتلاقوها ان الحاجه فعلا مفيده وما بتعملش اي مشاكل في المعده او اي حاجه. واهم من كل ده ان احنا ناخد كمان ان احنا ضامنين الحاجه اللي احنا بنعملها. بعد كده في الوقت ده انا حبيت برضو ان انا اشارككم ان انا لما بجيب اي خضار، سواء بالذات اللي هي الخيار والليمون، انا بحب اجيبه وبنقعه شويه في الميه عقبال ما بعمل حاجه تانية، بخليه ينزل كل اي حاجه غير مستحبه فيه، سواء طينه او تراب او اي حاجه، وبروح غسلاه كويس وبحفظه في التلاجة في ميه. الحاجة دي بتخلي ان الخيار يفضل محفوظ معانا في المية من غير ما يدبل ومن غير ما يعفن ومن غير ما يحصل له اي حاجة لمدة 10 ايام اقل حاجة، لأسبوعين. لأن الطريقة دي هو طبعا الخيار كل ما بيقعد في التلاجة من غير أي مادة مرطبة زي المية بيدبل معانا. فأنا رحت اكتشفت ان الطريقة دي تحفة، وفي نفس الوقت برضو الليمون بتلاقيه مليان عصارة من جوه، في نفس الوقت لا بيحمض ولا بيعمل اي حاجة، ودي انجح طريقة انا عملتها لحفظ الخضار. نرجع تاني للفول معايا اللي انا رفعته على النار زي ما انا قلت لكم، ونرجع تاني مع بعض نراجع. حطيت الفول منقوع 12 ساعة، وبعد ال 12 ساعة بروح مصفيه الميه اللي كانت موجوده فيه واغسلها كويس، واروح حطاله ميه نظيفه، وحطيت معلقتين كبار من العدس الاصفر، ورحت حاطه عليه طماطميه. وزي ما انتم شايفين انا بخليه يغلي، ولما هيبتدي يغلي معانا زي ما انتم شايفين الفقاقيع ابتدت تطلع معانا، انا في كل ده بكون مسخنه الفواله بتاعه الفول. انتوا لو عندكم يبقى حلو، وفي نفس الوقت مش هتشغلوا دماغكم بان الغاز مفتوح او اي حاجه، بحطها في الفيشه واسيبها تسخن عقبال ما الفول يغلي على البوتاجاز. طيب لو احنا ما عندناش الفواله هنعمل ايه؟ انا بجيب اصغر نار عندي في البوتاجاز، وبروح اكني هسوي رز، باخد ما هي بتغلي بروح موطيه النار على الاخر، واروح حاطه الشياطه بتاعه الرز، واروح حاطه عليها الفول. مدة سوى الفول في الوقت ده بتكون حوالي من 4 ل5 ساعات، مش هياخد اكتر من كده. اللي انتوا سبتوه اكتر من كده هيتري معاكم، هتلاقوه فعلا يعني الفول مش شكله بقى مش فول، عارفين هتلاقوه مهري معاكم. فزي ما انا قلت لكم طالما احنا نقعناه اهم حاجه مش اقل من 12 ساعه، لما يجي هيستوي معانا، وهتلاقوا الحبه بحبتها وهتلاقوه مستوي والسوا بتاعه حلو قوي. زي ما انا قلت لكم انتوا لو عندكم فواله بحط صينيه بحط فيها الفواله عشان لو نزل اي ميه او اي حاجه. هنا زي ما انتوا شايفين انا كنت قعدته 4 ساعات في السوا، ما شاء الله كان استوى 100%. بروح طافيه بشيل الفيشه بتاعه الفواله واحطه على البوتاجاز عشان لا قدر الله لو حد معدي او اي حاجه الفول ما يقعش عليه، لان هو بيبقى سخن، فحطيته على البوتاجاز. وزي ما انتوا شايفين معايا هنا يعني بحط لكم فولايه ما بين ايدي، شايفين القشره بتاعتها اصلا يعتبر مش باينه، ويعتبر هو عامل زي البيوريه. اهم حاجه لما نيجي نعبيه في الكياس، انا بعبيه لما اتاكد ان هو برد 100%. يعني انا سويته مثلا وليكن من الساعه 11 بالليل او 12، بطفي عليه على الساعه 4 او 5 الفجر، بروح سايباه لحد تاني يوم كل ده يبرد. لان خدوا بالكم هو الفول بيبقى كله محطوط على بعضه، والفواله كمان بتحتفظ بدرجه الحراره
فاحنا ناخد بالنا ان احنا ما نعبيهوش في اكياس غير لما يكون برد معانا 100%. بعبيه في الكياس زي ما انتوا شايفين، بطلع الهواء كله منه عشان اتاكد ان لا لون يغير ولا ريحه تتغير ولا يعمل تلج عليه. انا عايزه الفول يفضل محتفظ بالقوام بتاعه والطعم بتاعه الحلو. ناخد بالنا برضو واحنا بنسوي، لو هو احتاج ميه بنزود له ميه مغليه، ما نزودلهوش ميه ابدا فتره من الحنفيه، عشان لو حطينا له ميه من الحنفيه هتلاقيه ان هي درجه الحراره بتاعته هتقل، وهتلاقيه ممكن مش هتبقى السوا كله 100%. فناخد بالنا ان احنا نيجي نحط له ميه مغليه. ويا رب تكون ان انتوا استفدتوا مني كده، اكون خلاص خلصت معاكم الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.